أحالت عناصر الشرطة القضائية بمدينة إيمنتانوت صباح اليوم الثلاثاء 14 من يناير امرأة متزوجة وعشيقها العازب على أنظار النيابة العامة بتهمة الخيانة الزوجية. وتعود تفاصيل الحادثة إلى مساء الأحد الماضي، حيث تقدم زوج المرأة المتزوجة بشكاية يتهم فيها زوجته التي أنجب منها 3 أطفال أصغرهم لا يتجاوز عمره 3 سنوات بربط علاقة غير شرعية مع رجل عازب من الجماعة القروية إيروهالن. وعلى إثر الشكاية تحركت عناصر الأمن بسرعة إلى منزل الزوجية في حي إغزرنتسريفين، حيث تم ضبط الزوجة وعشيقها في حالة تلبس بالفساد. وخلال عملية المداهمة حاول العشيق الهروب، إلا أن عناصر الأمن تمكنت من القبض عليه ليتم اقتيادهما إلى مركز الأمن، حيث تم الاستماع إليهما. وقد اعترف العشيق أثناء التحقيق بتورطه في العلاقة غير الشرعية مع المرأة المتزوجة، ليتم وضعهما تحت الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة. هذا الحادث أثار موجة من الاستغراب في المدينة، حيث تم تداول تفاصيله على نطاق واسع، وأشعل نقاشا بشأن مسألة الخيانة الزوجية والفساد في المجتمع المحلي.